فيديو النهارده نزول نجوم الاسبوع واللي فيه لعيبه جامده قوي قوي ومنها صلاح ومبابي وديبول وغيرهم من اللعيبه. بس قبل ما نبدا يا ريت ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين والسودان. تعالوا نشوف ايه الجديد النهارده من اللي قدمته كونامي في يوم الخميس. تعالوا نخش هنا على قائمه الماتش، وهنا عندنا قائمه الايفنت، وعندنا هنا لو انتم شايفين الانليمتد ده بيدينا ال 50 كوين. تعالوا ننزل نشوف كده. تمام، بيدينا ده 50 كوين، ادي اول 50 كوين من كونامي. عندنا الجابانيز كلاب واعتقد برضه 50 كوين، مظبوط 50 كوين. وعندنا كمان المكسيكان. كونامي حرفيا بتضحي 150 كوين 3 فعاليات، ده غير 150 اللي المفروض ناخدهم من فعاليات ميسي، وان احنا الحمد لله وصلنا 650 مليون وعدينا الرقم ده كمان. ولكن انت هتستلم ال 150 كوين يوم 11 يناير اخر يوم في الفعاليه. ولو انت ما عملتش دوري ابطال اسيا فهو الدوري ممتع جدا جدا، ممكن تلعب بالنصر او الهلال وهتاخد 50 كوين، ودي نازله الاثنين اللي فات. وعندك ضد الكمبيوتر عندك فعاليتين هتاخد منهم فتحتين مجانيتين على نجوم الاسبوع. فتعال نشوف حظنا، يمكن يطلع لنا حاجه حلوه كده. نقول كده ايه بسم الله. بس يا ريت قبل ما نبدا يا ريت ما تنساش اللايك الحلو بتاعك، يا ريت ما تنساش تشترك في القناه وتقول لي تحت في الكومنتات يطلع لك مين من الفتحتين المجانيتين، ونقول بسم الله يا رب يطلع لنا. لان اللي عندنا حظنا الايام دي وحش جدا، ما نورتش. انا الصراحه ما كنتش فاهم اي حاجه خالص. منور ابيض فاقع. هنشوف كده طلع لنا مين ده. لاعب تعبان يعني. الحمد لله انا مش هصرف كوينات، يعني طلع لي او ما طلعليش مش هصرف كوينات. يعني انت شايف اصلا اللعبه عامل ازاي، ولا حتى هجربه ولا حتى يعني مش هجربه خالص، مش هجربه. يعني ده يتباع احسن، مش محتاجه. يعني انت شايف لعبه 4 نجوم، تحس اللعبه ما انا مش فاهم بجد ايه الحظ ده. يعني الحمد لله الاكونت ده طلع له ميسي، بعد كده قفلت خالص. يعني دلوقتي انا متاكد هيطلع لي ما اتوقعش سولانكي. ده سولانكي ده طبعا ده توب بالنسبه للحظ اللي هيحصل ده. هيطلع لاعب تعبان. مين ده؟ صلاح يا عيني. لا لا ده لا ده احنا لسه كنا بنشكك في قدرات اللعبه والحظ، ولكن كده احنا ممكن نديها 100 بقى. محمد صلاح يا جدعان، محمد صلاح. النسخه دي بيرفكت وينجر، والتقنيات بتاعت صلاح ممتازه، ولكن الاستامينا مش قد كده. وعنده دبل تاتش، وعنده اغلب المهارات اللي بيحتاجها المهاجم او الجناح. ناقصه بس كان يكون في عنده سوبر صب عشان كان ينزل شوط تاني. انا والله كان نفسي اجيب نسخه كيلين امبابي، النسخه دي اسطوريه، ولكن اللي معانا خلاص هتكفينا وخلاص. النسخه دي جول بوتشر بس، يلا مش مشكله. هنلعب بصلاح. اعتقد صلاح ما يلعبش سي اف بالنسخه دي. لا صلاح يلعب سي اف بالنسخه دي. طب والله ممتاز بالسرعات دي وبالفينشنج، فاعتقد صلاح يبقى النسخه دي اسطوريه، يبقى بديل امبابي ينزل شوط تاني، فاعتقد كويس جدا. تعالوا نبص على الخطه. عندنا الخطه بتاعتنا دي خطه الدايموند 4 3 1 2. الخطه دي حاليا اللي انا مستقر عليها وترشيح من واحد صاحبي. انا كنت بلعب بخطه 4 2 4، ولكن للاسف ما كانتش قد كده معايا. حاليا الخطه دي جميله جدا مع الاستحواذ، لو انت بتستحوذ على الكوره. عندك صلاح بيوصل جوه في التشكيله 98 مش 99. كان نفسي توصل 99 ونشوف ارقامها. الدربلينج 92، بول كنترول 85، سبيد والاكسلريشن ممتازين، البالانس ممتاز، استامينا كويسه جدا، والفينشنج 88. انا بتكلم على صلاح. يعني نشوف دلوقتي صلاح بيلعب سي اف. تمام، النسخه دي بتلعب سي اف مع انها بوليفيك وينجر، ولكن السرعات دي اعتقد يبقى كويس جدا. معلش طولت عليكم، يلا بينا نخش نجرب محمد صلاح في الديفيجن. نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا، وهي الناس اللي بتحب تجرب اللعب في اكتر من مركز واكتر من تطوير. حاليا دلوقتي التطوير بقى مجاني في الفترة دي لغاية 11 يناير. احنا هنا في الديفيجن حاليا، في الديفيجن 2. للأسف عندنا الوين ريت بتاعنا قليل جدا عشان مش بنلعب، مش مدين اهتمام للديفيجن، والرانك بتاعنا 3375. يلا بينا على أول ماتش. واللي قدامنا عنده رانك ديفيجن 2 و1422 على العالم. وعندنا الكل جاهز بعد كيليان امبابي، فدي فرصه حلوه. لو صلاح سهمه، لا صلاح سهمه يمين، فنبدا بكيليان ننزل صلاح الشوط الثاني. نشوف هو بيلعب على المهاجم الخفيف. بيلعب هنا عنده صلاح وسون، وعنده تين هاك بوستر، وعنده فرينك ديونج بفيا فالفيردي ارنولد ماركينيوس روديجر روبرتسون وبيتر تشيك. من اول ماتش كده هتلاقي الدنيا صعبه، فاحنا معتمدين على الدفاع الخفيف. انا اعتمد بقى على دولت، مش عايزين مهاجمين طوال. عندنا نطلع كانتي وننزل جولينتون. ممكن ننزل بيتي، بس جولينتون الصراحه اسطوره، كانتي ده خرافي. وهننزل زيكو مكان اوديجارد. اعتقد كده التشكيله كويسه. وننزل صلاح شوط تاني، ممكن ننزل فودن شوط تاني برضه، ونظبط دنيتنا. بسم الله. والماتش الاولاني نقول بسم الله. يلا 10 تمبر. بنلعب حلو لحد دلوقتي. ماتش على الهادي ما بين الطرفين. يلا كيليان. الاول من كيليان حرك الجون. الاول من كيليان امبابي يفتتح التسجيل في الدقيقه 18. خطره دي الاول. وعندنا دي ده
ما صدهاش خالص. عارف والله عارف. عارف. ياه يا لهوي عليك يا ميسي. اديت لك الامان، سجلها بيمينه. اهي حلوه اهي. يلا كليان، يلا كليان، يلا كليان. نايس. تاني. ماتش شكله مولع 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 خالص. الواد يعني مشكله جديده والله، يعني 3 اهداف والله اللي داخلين فيه يسأل عنهم، يعني ما صدش كوره. طيب يلا ننزل صلاح، ننزل صلاح، نجرب صلاح ونجيب ميسي هنا، مع ان ميسي لا، ما ميسي ما يجيش هنا الصراحه. فودن ينزل هنا، وهننزل بي تي سهمه فوق كويس جدا عشان ينزل يقفل خط النص. عندنا مين ممكن نطلعه ولا ممكن ننزله؟ كان نفسي انزل نيمار ولكن ممكن نيمار وصلاح، بس نيمار بيتضرب الصراحه، يعني ميسي بيقاوح شويه، لكن نيمار هينزل يتضرب مش هينفع يعني ده ماتش. ممكن ينزل سون وصلاح ماشي. قلبي مش مطمئن الصراحه طلع ميسي، بس يلا خلي ميسي يطلع مفيش مشكله. عايزين بقى صلاح ايه ينزل كده يدخل اول جون كده، ايه يكون اول جون ليه معايا قدام بيتر تشيك. يلا صلاح، يلا صلاح اهي، يلا صلاح اهي. ماشي اعمل اسيست، بعمل اسيست ترجع لك تاني. يلا سن من اول لمسه بجون. وصلاح الصراحه خفيف جدا. الله عليك يا ديدا، الحمد لله. انا قلقت والله. الماتش كده رسميا انتهى تعادل. الصراحه ما حدش يلام، يعني عملنا اللي علينا وزياده، ولكن الغلطه كانت من ديدا. هو صد لي اهم كوره اللي هي كانت في الاخر خالص دي، ولكن ما يعتمدش عليه الصراحه. يعني انا شاط عليا 7 5 على المرمى، هو شال 2 ودخل فيها 3، ما اقدرش اديله فرصه ثانيه. زدت 5 نقاط الحمد لله، هو اعتقد ناقص 5 فزي الفل يعني. طيب احنا عندنا اهم تعديل، هنطلع ديدا، ممكن ننزل اوليفر كان. وتاني ماتش معانا من ديفيجن 2 3700. اسم الاكونت صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا مين جاهز؟ الكل جاهز عندنا، حتى اوليفر كان اختياري صح. يا رب بقى يكون ايه في الماتش كويس. عندنا كانتي ننزل مكانه جيرانتون، لان كانتي يعني ايه لما حد يكون سهمه تحت هو ينزل بديل. وعندنا صلاح سهمه يعني نقول فوق، فهننزله مكان نبدا بيه. وعنده بيلعب بخطه 4-4-2، عنده في قدام كيليان امبابي وميسي، وعنده يمين بيلعب بدري، اعتقد دي هيغيرها. تمام. بيلعب ديفيد بيكهام، وعنده نيمار جونيور بيلعب LMF. ما اعتقدش نيمار في المركز ده بالكارت ده وحش جدا في LMF، هيتعب بسرعه. وعنده في الدفاع عنده خط النص بدري وبيلينجهام، ثنائيه رهيبه. وعنده بيرتو كارلوس وباستوني بيكنج باور وكوستا كورتا بيلعبوا. والماتش الثاني يبتدي، وشكل الواد داخل كده دخله شايسه. هات يا بافارد، ولد يا كازيميرو. يلا جوناتhan بتاعتك، يلا زيكو، ميسي. يلا صلاح واقف لي، عشان للاسف النسخه دي وولف كوينجر، فاحنا محتاجين نديله في الانديفيدوال انستراكشن، نقول له كاونتر تارجت. صلاح واقف اصلا بيتفرج، ما هو ده مش مركزه، بس ممكن يعني ايه يعدي بيكن باور. عدى بيكن باور، يعدي. يلا صلاح، يلا صلاح اهي. ماشي هي عايزاك يلا صلاح يا ابن اللعيبه. انا خدت وقت للاسف. تعالى كده، تعالى. عدي. يلا صلاح هتقول بقى يا بيكن باور موجود. لا مش عايزين نهزر. خلاص مش عايزين نهزر. كان نفسي اخلي صلاح هو اللي يجيب جون، بس للاسف زي ما انتم شايفين ايه الواد بيحرك الحارس. ثانيه اهي اديها ميسي. يلا صلاح جايلك على الطبطب، ولكن بتجي امتى يا اخي؟ يلا ميسي، يلا صلاح اهي، يلا صلاح يا ودي. بس بالسلامه. هي دي اللي انا عايزها بالظبط كده. انا عارف انت عايز تحاول، ابلع بقى. طب شوت كده صلاح بيمينك يا ابن اللعيبه. يلا صلاح ايه يا ابن اللعيبه يا صلاح، لا صلاح يا جدعان يجي منه. يلا صلاح فاق معانا لما عملت له كاونتر تارجت. كوستا اعتقد مش هيجيبه، ولا باستوني. حط. يلا صلاح اسيست يا راجل. يلا جوناتhan، يلا زيكو يا ابني. يلا جوناتhan تاني، هي عايزاك. جي يا اخوانا، جي. بيغير الخطه، وصلاح تألق معانا لما عملت له كاونتر تارجت، خليته كده قدام. يا ابن اللعيبه اوليفر. لا اتكلت. حلوه قوي. لا ما لازم نركز، احنا لسه عندنا 3 اهداف وهو ما يجيبهمش. اوليفر كان بيستهبل. الواد جاب جونين تمام، هو مش هيجيب تاني.
ما يعديش ما يعديش. يا نهار اسكت ومنيل، يا نهار اسكت ومنيل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا مش هخليه يكسب الماتش ده. يلا يا اخر هجمه، اخر هجمه بس خلاص. ماتش خلص، ماتش خلص، ماتش خلص، ماتش خلص الحمد لله. فوز مستحق. اوليفر كان كارثه. هروح اجرب كازياس بقى. ده بنجرب 3 حراس في فيديو وعمل كده مش هينفع الصراحه. قدامنا من ديفيجن 2 رانك 3600 العالم. عندنا الكل جاهز، كل الحارس اللي بختاره بيطلع سهم فوق. ماشي انا هجرب كازياس الماتش ده. جربنا اوليفر كان احسن من ديدا شويه. نشوف كازياس هل هيرفع راسنا ولا هيكون مخيب الامال. ننزل زيكو لان زيكو عالمي زي ما انتم شايفين. واللي قصادنا بيلعب بخطه 4-2-4. عنده عثمان ديمبلي، ليونيل ميسي 2015 وفيكتور اوسيمين ونيمار ونسخه ديبول. بيلعبوا دي ام اف والمفروض يلعب سي ام اف. النسخه دي هول بلاير ورودري. والحارس اللي انا ما اعرفوش ده، الحارس ده لو كان جالك هيجي لك 100 كوين تعويض. بسم الله. والماتش الثالث. صلاح اتحرك يا صلاح، يا صلاح ابوس ايه. صلاح مش جاي مع الليت، هو يتحرك. فاول. طيب جون، جون باذن الله. ابلع. يلا. ايه الجمله الحلوه دي، ايه الجمله الحلوه دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الدلع ده. انا مش عارف الصراحه هنعمل ايه مع رونالدو. لو الواد هيلعب مع رونالدو او رودري دوكو طب سهله. لا 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 لا. ده ماشي يعني. ده جون الصراحه ما يعني ما يجيش يعني، ما يجيش خالص. بس هو جه. انا بحس الناس بتفوق علينا في الدقيقه 60 ليه مش عارف. حاجه غريبه جدا. محتاجين ننزل روبن دياش دستويا وننزل فان دايك بيلد اب ونوقفهم. ربنا يستر ما يكونش هينزل مهاجم خفيف عنده لكريستيانو النسخه المجانيه. يا التعادل الساذج. يا لهوي. للاسف 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 مش هينفع. احنا محتاجين. طب انا مالي، طب انا بباصي. ماشي اهي. يلا قدام بلينجهام. يلا صلاح اهي، يلا صلاح اهي تاني. يا ما هو كان مش هينفع. انت مش انت يمينك ضعيف. يلا دي ماركو، يلا ميسي بيلي اهي. يلا يا جدعان اخر هجمه. يا دي ماركو انت لازم يعني. خلاص يا جدعان يعني لازم تنتهي تعادل، لازم تنتهي تعادل، لازم تنتهي تعادل. 2 رونالدو و2 ميسي. ماتش ولا اروع. ولكن صلاح ما يلعبش يمين. صلاح يلعب في المركز، ينزل شوط تاني يبقى احسن، هتبقى فعاليته احسن. لكن يبدا من الاول ما توقعش في الماتش ده. مش كان ظاهر. ونقصنا 3 نقاط يعني زي الفل يا شباب. صلاح لعب معانا 3 ماتشات، جاب منهم جون، ما عملش ولا اسيست. يعني ما توقعش البدايه حلوه لصلاح، ولكن اتمنى ان هو يجيب اهداف اكتر من كده. كدريبل هو خفيف جدا، ولكن الشوط بالرجل اليمين مش احسن حاجه. وانا اكيد مش هلعب صلاح مكان ميسي، لان زي ما انتم شفتوا لما ميسي نزل لعب اي ام اف الفعاليات بتاعته قلت جامد. لان زي ما انتم شايفين انا مطور ميسي تطويره خاصه، مخلي الفينشنج عنده 97 والكيكنج بار 101. فدي يعني يعتبر ارقام مهاجم، ولكن النسخه دي كريتيف بلاي ميكر. بس انا عارف ازاي بطلع من ميسي الاهداف. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الحلو بتاعك، ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان ان ربنا ينجيهم ويحرسهم ويبعد عنهم اي حاجه وحشه. بس كده، سلام.